مرحبا. أنا اليوم عندي ضيق تنفس، ما قدرت أظهر، ما قدرت سوق وتعبانة. بس حبيت أعمل هيدا الفيديو وبدي أحكي عن الأشخاص اللي بيعانوا من أمراض مزمنة. يعني أنا رح أحكي عن حالتي لأنه في كتير كتير أمراض وما فيهم يشتغلوا يعني دوام. وفي منهم بيقولوا قال إذا الواحد اشتغل بحس حاله إنه مفرفح، أو بحس حاله مثل ملتهي عم يعمل شي. هيدا الشي أنا كمان سمعته وقالوا لي إياه. بس أوقات ممكن تمرضوا أكتر، خصوصا بلبنان. لأنه في أشغال تعملكن ستريس كتير قوي، ومعاشات كتير قليلة، وأجواء الشغل كتير مش حلوة. يعني إذا كنتوا بركي مرضى بتزيدوا. أنا هلأ لما صرت رجع لي شوي توازني. هلأ قبل كنت أعمل ستاجات، بس كل ما أعمل كمان ستاجات بدوروا مكيفات أيسيات. أنا هيدا الشي كتير بضايقني. حكي عن موضوع قبل، مثلا بالام تي في ما قدرت، يعني كنت كتير اتأخر اطلع اعطى الهم الاي سي. ولما انزل لانه هن في لايت يعني مجبورين يدوروه. لما انزل اقعد كتير بالشمس تظهر هيدا الشي التشنجات. وما قدرت يعني ارجع اتوظف بمطرح. كمان انا ما بقدر كتير اقعد على الكمبيوتر بدوخ، والضوء القوي كمان بيضايقني. حتى لما كنت بالإذاعة كله استاجات، حتى بالجريدة قعدت 3 ساعات، عملت شي 5 إعلانات نزلوهم وقت قعدت على فوتوشوب إلستريتر. بس لما قمت من الكمبيوتر من اللابتوب، مع انه السكرين كتير كبيرة بروفيشنال يعني، كتير دخت. بقى مجربة كتير. حتى لما تعالجت، لما هيك قال لي الحكيم اشتغلي حيلا شي، ممنوع تقعدي بالبيت. رحت علمت. يعني شو بدي اخبركن، اتضايق على الاخر، اتأخر اوقات على الصف. ضلني مثلا احس كتير 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 بدي مثلا فوت على الحمام. ما كنت اعرف انه عندي مشكلة بمعدتي. بقى الشخص وقت يكون منه مرتاح، كتير بيزيدوا عوارضه. انه اوكي بصير في انضباط، انه هالفترة لازم يوعى من النوم. حتى انا لما اوعى من النوم بتضايق. بعدني لهلا اوعى بكير بحس حالي كتير تعبانة وما بقدر اسهر كتير. بقى كمان لما كنت علم، بدك الواحد بده يصرخ، بده جهد، بده يكتب على اللوح، بده ينتبه على كل تلميذ. وانا من النوع كتير عن جد، يعني سبحان الله، الله عطاني بركة، كتير بحب انه انا اعمل فحوصات انا اخترعهم، مش انه جيبهم خالصين فوتوكوبي وهيك. وكلهم لاحظوا هيدا الشيء وقالوا لي انه هيدا الشيء واضح. وتلاميذ هالجيل يعني بتعرفوا. ومعاشات كمان بالمرة. وكمان لما اشتغلت، لما الشركة حطتني بمطرح مثل مول، كنت اتعوق. كان شغل الساعة 12، بس كنت اتعوق، بدي اعمل سبور الصبح، اطلع كمان كتير ضيع وقت، اضيع اوقات اكل، اشتغل شغلي، كنت توب بشغلي. بس كمان بيجيكن زبونات وزملاء كمان اوقات مثلا عندهم مشاكل هن. اوقات ممكن ما يقولوا لكم مرحبا، يعني اوقات بتتضايقوا من ولا شيء. يعني هذا الشيء بيزيد. بقى هلا كنت اشتغل كمان فريلانسر، كمان على اللابتوب ديزاينات وهيك. وكنت علم مات فيزيك شيمي، يعني كل شيء مواد علمية. بس يعني من انا وصغيرة كانوا يجيبوا لي كمان تلاميذ ضعاف مثلا بالكيمياء وهيك، اعملهم انتنسيف. يعني انتنسيف يعني فوتهم عقودة، درسهم الرياضيات وعلمهم كيف بحلوها دغري. يعني كل شي بحبه على السريع، لقطهم الفكرة دغري. بس ما إلي خلق أبدا كون قاعدة بمكتب في مكيفات، في زملاء، حمام مثلا واحد لميت موظف كنت عاني منه، وبدقولكن على الباب يلا ظهروا يلا ظهروا. كنت اضطر روح على تاني مول او على مطاعم واتمشى كرمال روح على الحمام، اوقات ارجع على بيتي تفوت. هيدا الشي كان كتير يضايقني. يعني انا وين تحسنت بالدوام؟ وين تحسنت؟ بالعكس ضايقت اكتر. قررت افتح شركة. اذا بتدقوا اسمي انا فاتحة شركة سنة وسكرتها كمان. هيك حسيت مثل بدها كتير شغل الشركة، وانا لوحدي ايد وحدة ما بتزقف، وما إلي خلق يكون عندي بارتنرز معي.
وهيك يعني كمان بدكن دايما تحكوا وتعملوا مقابلات وتقبلوا فريلانسرز أشخاص وشركات تانية وتعرفوا عن حالكم وتردوا على التليفونات. ما كان كتير يعني هيك، وأحوال البلد كمان مش منيحة. بس لما فتحت يعني فتحت على حسابي، أكيد في تعب وفي كتير زبونات بيتعبوا، في كتير منيح بس في منهم كتير بيتعبوا. واشياء كمان مسؤولية عم تقدموا انتو برودكت، كمان لازم يكون هذا برودكت منيح. واذا بدكم تغلوا شوي، وهلا اكيد ما بطلت لوحدي مع خير روحي، بس كمان اوقات بتعب، يعني ما بقدر حدا يجي ياخد طلبيته مثلا الساعة 8، 7:30، الساعة 9 حتى، بحس حالي ماني منيحة. يعني اليوم عم بعطي طلبية الساعة 9 كنت رح اوقع على الدرج، وبتنقطع هون الكهرباء، يعني كله سوا ما بتزبط اشتغل يعني دوام. رغم اني طالعة الاولم بالجامعة 24 اي وكل شي يعني. وهيك الواحد بس عنده كيس. مثل واحد قال لي هلأ تعي تزوجي، تعي ربي 5 ولاد، اكيد الرب بيعطي القوة، بس انا ما عندي هالرغبة، ما عندي هالجلد. يعني جسمي ما بيتحمل، اذا بحمل اوقات 5 كيلو بصير صرخ، ما بقدر، عضلاتي مفاصلي. اذا باكل شي بصير معي ضيق تنفس. هلا قاعده هيك بس سطح بطني لانه من معدة ضيق التنفس، بس اكل شي من الممنوع حق علي بعرف، بس انه وقبل الإباضة وقبل الدورة الشهرية جسمي بينخض، وعلى السقعة يعني إذا بدي سافر اشتغل دول عربية كمان ما بقدر. وهلأ كتير تكاليف غالية، وين بدي نام، يعني مش ظابطة أنجا أشتغل هون أنا بالبيت، حتى مكتبي ما عم بفوت بقى عليه، يعني مثل بشتغل بسرعة تخلص. عن جد الإنسان اللي عنده مرض مزمن كتير بيعاني، وأوقات ممكن حرارتي تطلع كمان شوي، بتضايق هيدا الشي. ودايما الرب معي، أكيد أعطينا خبزنا كفاة يومنا، مش ضروري أجيب تياب آخر موديل، مش ضروري يعني قصص الإسانسيال مثل ما بيقولوا. والرب طالما في علاقة معه كل الوقت بيعطيك راحة، بيعطيك سلام. والشغل أصلا بلبنان يعني واحد اشتغل أو ما اشتغل، $100 أوقات، يعني إذا واحد بعت شخص $100 بيصرفها. أنا ما حدا بيبعتلي، بس الحمد لله بيي بعده. بس إنه ما رح فوت هلا بتفاصيل يعني عائلتي أو شي. بس أنا من النوع يعني إلي بركة 4 سنين مني شارية تياب إلي، كتير يعني بأنن على الآخر. وكمان هيك رزاتي ما لازم اشتري قصص ولا طعمة. وشوي شوي كمان عم بشتغل على حالي. وانا شخص هلا بيصلي كتير، يعني 3/4 وقته للصلاة، وبشتغل اكيد. واكيد اذا اشتغلتوا لازم تكونوا كتير امنا بشغلكم، اذا بتضايقوا من شغلكم ممكن تغيروه، بس اذا مش كتير متضايقين معلش اصبروا، صلوا بهذا الوقت، ما تقعدوا مع الزملاء كتير، احكوا الكلمة المنيحة، وجهون. اذا عملوا غلط لازم تقولوا انه هيدا الشي غلط، مش تسكتوا تسايروا تتكلوا على المدراء او لا انتو وثقوا بالرب يلي فيكن، مش بحالكن، بالرب يلي فيكن. بركي هو بده اياكن تحكوا، بده اياكن تلفتولن نظرهم، تعطوهم ملاحظات. هيدي الشغلة كتير انتبهولها. ايه انا حاكي عن الشغل وهيك بفيديو قبل، اذا اشخاص بيضايقوكن شو تعملوا هيك، ما رح ارجع اعيدهم. بس حبيت الكن انه عن جد هلا اكيد اذا اجاني فريلانسر انه قصص فريلانس بشتغلون، ورسم كمان، في انه عم بيقولوا لي ارجعي ارسمي وبيعي، بس ما بقى عندي هالجلد مثل ما بيقولوا. اذا ربنا بده ياني اشتغل مثلا بمطرح مثل UN، قصص للاجئين، اشياء جمعيات، انا ما عندي مشكلة روح على مقاوي، ما عندي مشكلة ابدا، بالعكس. مثل ما بيقولوا شي محبب الي. وبركة بده ياني اعمل راهب، شو بعرفني، مثل ما الله بيريد، وان شاء الله خير. وما حدا بيعرف ربنا شو كتب له، بركة بكرة توفى روح كمان. فما كتير تركزوا على القصص هيك الأرضية، المهم ضلكن مع ربكن وكل شي منيح بيصير، كل شي منيح.